النهارده كنا بنحتفل بالذكرى ال50 لنصر أكتوبر، ذكرى عزيزة علينا وذكرى بنصر إن احنا نحتفل بيها كل سنة علشان خاطر نعرف أولادنا ونعرف أحفادنا إن مصر مهما تعثرت ومهما واجهت من صعاب بيقدر في الآخر المصري إن هو ينتصر ويحقق كل اللي هو بيحلم بيه مهما كانت الظروف معاكسة ومهما العالم كله حاول إن هو يشكك فيه، وهو ده اللي احنا بنمر بيه دلوقتي. مصر عدت بأزمات كتيرة جدا وقدرت الحمد لله إن هي تتخطاها، ولنا عبرة كبيرة في 6 أكتوبر، فما ينفعش إن يعدي هذا اليوم دون الاحتفال بيه. وكمان النهارده كان بيشرفنا السيد الوزير المحافظ اللواء احمد زكي عابدين، وهو ابن محافظه بني سويف واحد ابطال حرب اكتوبر وحرب الاستنزاف اللي جابوا لنا النصر، وهو رجل نجح في العمل التنفيذي ونجح في العمل الحربي كما نجح في العمل السياسي. فالحقيقه كان مهم ان احنا نوري ولادنا ان بني سويف ولاده، بني سويف بتطلع قيادات كفيله بان هي تحقق افضل حاجه لبلدها وتكون رمز من رموز العمل الناجح. النهارده احنا كنا بنحتفل هذه الاحتفاليه وهي بتذكرنا ان احنا مهما عملنا في الاخر لن نوفي ما قام بها ابطالنا في حرب 73، واحنا على العهد ومستمرين. قواتنا المسلحه واجهزتنا التنفيذيه كدوله مستمريه على العهد اللي قطعوه المصريين على نفسهم في 73، ان احنا هنفضل نبني ونعمر في بلدنا مهما كانت الظروف صعبه. عدد كبير من المشروعات تم افتتاحه خلال الفتره الماضيه، وكان عندنا زياره كريمه من السيد رئيس الجمهوريه، وكمان بنستعد للمرحله الثانيه من مبادره حياه كريمه في اكبر مراكز المحافظه. عدد كبير من المشاريع هيتم افتتاحه قريب زي محور الفشن وزي المرسى السياحي والموقف وغيره من المشاريع الكبيره اللي بيتم تنفيذها في المحافظه. ممشى بني سويف السياحي هو من اهم مشروعات بني سويف اللي تم الانتهاء منها في عهد دكتور محمد هاني ابو نيم محافظ بني سويف، المتنفس الوحيد لشعب بني سويف. الحمد لله رب العالمين. ممشى سياحي ترفيهي خدمي للمواطن السويفي بتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وأخيرا تم التعاقد مع شركة الصفوة لإدارة وتشغيل الممشى. نتمنى إن شاء الله يكون فترة موفقة ويتم إضافة العديد من الخدمات للمواطن السويفي. احنا حقيقة هنا النهاردة بنشهد افتتاح الممشى السياحي في مناسبة عظيمة من أجمل مناسبات مصر، الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر. نصر أكتوبر المجيدة اللي مهما اتكلمنا عنها مش هنوفيها كأجيال لم تعش أو لم يحالفها الحظ في إن هي تعيش هذا النصر العظيم. احنا بنقول إن احنا بنحاول نذكر نفسنا من خلال هذه الاحتفالات العظيمة كيف ضحى أبطال القوات المسلحة المصرية بدمائهم لنكون في هذا الترفيه. دليل المكان اللي احنا واقفين فيه ده، احنا شايفين النهارده قطعه من اوروبا على ارض بني سويف، ارض الصعيد. شايفين دلوقتي ممشى سياحي ما شاء الله، قطعه من اوروبا اللي احنا بنحتفل بيه النهارده، قطعه من اوروبا. شركه الصفوه جايه بتحاول قدر المستطاع ان هي تكمل الجهود اللي الناس سبقوها بيها المحافظه، الفريق الجميل الموجود في محافظه بني سويف وعلى راسهم السيد الدكتور محمد هانئ غنيم، الراجل اللي قرر مع القياده السياسيه انه يقوم بالمكان ده وينهض بيه ويعمل منه اسطوره، يعمل منه مينا زي ما احنا شايفين. احنا واقفين دلوقتي قدام نافوره راقصه مش موجوده الا في احدث المولات في العالم. نوعد المواطن السويفي ان احنا هنقدم تجارب مختلفه، تجارب مميزه فريده من نوعها في كل المجالات ان شاء الله.